إذا خذيته بعين الاعتبار، وأنا واخذ بعين الاعتبار بأن الغالبية الساحقة نتاع سكان تيزي وزو وبجاية وبويرة وبومرداس كلهم ينتمون للشعب الجزائري، ولا يرضون بحاجة غير الجزائر وطنا، ولا يرضون بحاجة أخرى غير الجزائر وطن. ضحوا عليها كثير، ضحوا عليها كثير كثير من عهد الرومان، ماهوش من عهد فرنسا، من عهد الرومان ضحوا عليها كثير كثير. يعرفوا القيمة نتاع الجزائر وما أدراك من الجزائر، يعرفوا حدودها، سطروها بدمائهم. وين يغرطوا ومسينيسا، وين يغرطوا ومسينيسا، خرجوا متلبسان ما خرجوا متبسا. الأسماء هذه كلها أمازيغية، أسماء كلها أمازيغية. إذا قلت أمازيغية تجري في عروقنا، نحن عرق أمازيغ. الإسلام القبائل دفعت عليه ثمن غالي جدا. شكون اللي فتح الأندلس؟ شكون اللي فتح الأندلس إذا ما كانوش البربر هم اللي فتحوا الأندلس؟ موش المئات نتاع العرب اللي جاوا من الجزيرة العربية. الأندلس فتحت من طرف السكان نتاع شمال إفريقيا، ومن جملتهم القبائل، من جملتهم القبائل، ومن جملتهم القبائل. وقال les idéologies, s'il s'agit de l'islam, nous sommes tous musulmans. Nous sommes tous musulmans. ما فيش واحد في القاعة هنا اللي ما يقولش لا إله إلا الله محمد رسول الله. يكفي أن الإنسان يسلم لله ولرسوله باش يكون مسلم. لكن في نفس الوقت il faut savoir que nous sommes dans une crise nationale, que cette crise nationale est multidimensionnelle. قال عنا البروبلام دو لا لونغ امازيغ، نخصلوا نهار ونخصلوا يومين ونخصلوا اسبوع ونسيبوا حلول. اني نقول الحريقه في الدار، اني نقول الحريقه في الدار. طفي الحريقه، طفي الحريقه ومن بعد نتكلموا. طفي الحريقه يا ابني ومن بعد نتكلموا. طفي الحريقه ومن بعد نتكلموا. شكرا. عرفت باللي على الاقل في بلاد القبائل، على الاقل في بلاد القبائل ما يخلونيش وحدي مع السبع. يا اخي ما تقولوش يرقزم، ده رقاز يرقزم. اما الان نقول في بلاد القبائل ما يخلونيش نموت وحدي مع السبع. La laïcité n'est pas une idéologie pour ce pays. Ils ne l'accepteraient pas. Ça ne marcherait pas. Ça n'a pas marché en Turquie. Ça ne peut pas marcher en Algérie. C'est clair. Mais l'islamisme politique ne peut pas marcher et n'a pas droit de citer dans ce pays. 51% نتاع النساء أكثر من الرجال. الأغلبية ليهم، الأغلبية ليهم. لكن أنا سجلت بجرح عميق، لأن نحاول نقدر جراح الأم نتاع خونا وحبيبنا وصديقنا مع طبل والناس. نبي نبلغ محبة خالصة من القلب للقلب أشقائي إخواني في تيجي وزو في بجاية، اللي تأسفت اللي ما رحت ليهمش، يعني القلب معاهم، واللي حاسين به حاسين به احنا كذلك، ومحترم الآراء نتاعهم ومحترم الأفكار نتاعهم وعارف الظروف اللي عايشينها، وما بغيش نزيد عليهم تقل على تقل. وهذا الشيء ما يقللش لا من الوطنية نتاعهم ولا كونهم جزائريين
ولا كونهم ناس أحرار، لا في بجاية ولا في تيزي وزو. تيزي وزو تحية خالصة 52,000 أرملة شهيد وابن شهيد، هذه تيزي وزو اللي نعرفها. تحية خالصة ل 17 زاوية من الزوايا الفعالة في الوطن. تحية خالصة الكل الأئمة تاع 1730 مسجد. في الدرجة الأولى في الوطن هي تيزي وزو، الدرجة الثانية تجي تلمسان بما يقارب 1000. إذا تيزي وزو النضال، تيزي وزو بلاد عبار رمضان رحمه الله، بلاد عميروش أيت حمودة رحمه الله، بلاد عيسى تيدير، بلاد كولونيل دهيلس حبيبي، بلاد إغيلي مولا، بلاد زعموم وين انسحبت سحب. إعلان أول نوفمبر بجاية السمام، بجاية إفري اللي دقدقت ما خلاش فيها الاستعمار حجرة. إذن قلبي معاكم، ونتمنوا إن شاء الله نشوفوا في ظروف أحسن، وراكم حرار وما يعقدكم حتى واحد. راكم ولاد الجزائر، جزء لا يتجزأ من الجزائر، وواحد ما يقدر ينقص لكم من الجنسية تاعكم ولا من الروح الوطنية تاعكم. هذه رسالة لأشقائي في تيزي وزو وفي بجاية. إن شاء الله بلادنا تخرج سلامات من هذه الانتخابات، وإن شاء الله راه على ما يبدو أمور ماشية. تحية خالصة كذلك الجالية نتاعنا. جو لو دي، نقولها بصفة رسمية ونكرر، باسكو أنا في سنة نقول فيها نفس الكلام. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف.